تبعي بغدا حاول اخذ منه توقيع. قال له زيك باخذك. نقلوا بالمواصلات العامه، وصلوا واحد الطفل ماسك هالورقه والان بيستنى جيم براون. طلع جيم براون كان كثير متواضع، كان في عشرات الاطفال واقفين بالدور. وصل عند الطفل الاول وقع له الطفل الثاني، وصل عند الطفل تبعنا، فقام قدم له الورقه. الاستاذ ممكن توقع لي؟ قال له طبعا يا ابني. الطالب مش مصدق، بتطلع على جيم براون بقول له استاذ انا كان حلمي التقي فيك. قال له شكرا لك. قال له استاذ انا معلق كل صورك عندي بالغرفه. قال له شكرا لك. قال له استاذ انت في عندك 6 ارقام قياسيه على اسمك انا بعرفهن، وياته حلمي عم بتحقق التقيت فيك. قال له شكرا لك بس خليني امشي، في كمان اطفال بيستنوا بالدور. قال له استاذ اسمعني وحياتك كلمه واحده. قال له تفضل. قال له استاذ انا كان حلمي الاول التقي فيك واخذ منك توقيع، ياته الحلم. بس حلمي الثاني يا استاذ بس اكبر راح احطم لك كل ارقامك القياسيه. قال له نعم. شو قلت؟ قال له انا بس اكبر راح احطم لك كل ارقامك القياسيه. رجع جيم براون وطلع على اجريه، شايف امامه طفل واقف على عكاكيز. قال له شو اسمك؟ قال له اسمي كثير كبير، بس عشان اسمي كبير بلدوني عندي بالبلد او جي سيمسون اللي بال 76 وبال 77 حطم كل الارقام القياسيه تبعت جيم براون وصار افضل لاعب كره قدم بتاريخ امريكا. لليوم او جي سيمسون في عنده 7 ارقام قياسيه ولا واحد عارف يحط منه. اليوم انتم بمرحله كثير مهمه، بدي اسالكم سؤال وانا رح اجاوب عنه، بسال وانا بجاوب. في سؤال لما بتيجي بنطلع على او جي سيمسون، بسال انا عاده الشباب والصبايا، شو السر اللي بيخلي واحد مش من الصفر، من تحت الصفر يتحول لافضل لاعب كره قدم بامريكا؟ ناس بتقول لي الثقه بالنفس، بقول له صح. ناس بتقول لي الاراده، بقول له طبعا وسم نحكي عليها. ناس بتقول لي الرغبه، بقول له سم نحكي عليها. بس اقول لكم شغله اسمحوا لي بعدين نيجي لهي الشغلات. تفضلي. عدم اليأس. عدم الياس المحاولة. بشكرك. لما احكي عن الشاب اللي بحكي عنه كمان دقيقتين بذكرك فيها، بس في شغله اهم. كل هذا صح، عدم الياس والمحاولة. شو اسمك معلش؟ سوار كثير الملاحظة بمحلها، وراح اقول لك ليش عدم الياس مهمة لما احكي عن واحد اللي كل يوم تعرفوه، بس ما كانش ولا واحد منكم يعرفه قبل سنة. اعطوني شوي كمان شوي احكي عنه. بس قبل اسمعوا يا جماعة، كان في عند او جي سيمسون شغلة ثاني، كان عنده هدف واضح. اليوم طلاب قاعدين هون، المدرسة الثانوية عم بتقول لكم تعالوا تعلموا عنا. مش تعالوا تعلموا عنا لانه والله احنا في عنا صوص نمليها، تعالوا تعلموا عنا، نحن في عنا رسالة رح تفيدك ورح تفيدك اذا انتم بتآمنوا فيها. بوقف مدير المدرسة، بوقف الطاقم الهيئة التدريسية، بوقفوا حتى اللي جابوكم من المراحل الإعدادية قاعدين معنا هون، بوقفوا لجنة الآباء بقول لكم شغلة واحدة، بقول لكم احنا اللي علينا سويناه، تعال نساعدك انت ستوصل لهدفك، بس في الأول انت كمان لازم ترد عليه وتقول له حابب أعرف هدفي في الأول، حابب أعرف أنا شو بدي من حياتي وراح أحاول أساعدكم حتى بهاي المحاضرة. بس قبل ما أحاول أقول لكم شو يعني تعرف هدفك، كيف تروح مثل هيك قطعت الصوت شو اللي بتخيل منيح؟ أوكي. كيف توصل لهدفك؟ تعالوا أقول لكم كيف الإشي بيسووه، الإشي بيسووه كالتالي، تعرف بالأول شو الله سبحانه وتعالى مهديك. أنا بدي أحاول أقول لك شو الله سبحانه وتعالى مهديك، أنا هسه عم بحكي عن كل طالب. وأنا أستاذ حسين وينه؟ أستاذ حسين أنت قاعد، أنا لولا ما إني شوي تعرف لأنه ما بيعرفونيش ولا أنا كان زقفت لك على الكلمة لما حكيت على المتفوقين والتفوق. أنا كمان شوي مش أحكي عن أشرف قرطان، مش مفكر اليوم أحكي عن أشرف قرطان. ولكن أنا إذا بجمع مجموع علاماتي مع بعض بست 7 مواضيع يمكن بيجوا طالب بعلامة واحدة. عم بحكي لما كنت على طالب مدرسة ثانوية. أنا كنت طالب متوسط وتحت المتوسط في مدرستي الثانوية، وهي أول مرة بحكي هذا الكلام على مسرح، طبعا أصحابي بيعرفوه. أنا أنهيت 12 في بقروت عادي. بس كان في عندنا بالمدرسة كمان صف تفوق وكمان صف متفوقين، مش غلط، منيح. بس وين هن اليوم وين أشرف قرطان؟ هذا السؤال. ليش كان تظلمني أنا كل الوقت أطلع ولد أحسن مني ويطلع بالآخر مش أحسن مني؟ بس أنا مش عارف قدراتي. بدل ما تعمل صف متفوقين تعال فرجيني قدراتي. تعال فرجي كل طالب هون شو في عنده، انا بدي افرجيكم، بدي احاول اثبت لكم هذا الكلام مش عم ببالغ فيه، انه كل طالب هون اذا بيعرف قدراته صح، بيعرف شو الله سبحانه وتعالى مهديه، هسه بدي احاول اوضح لكم اياها، بس انا بجيب عاده هذا اسلوبي، بجيبها طريق قصص، بدي احكي لكم هالقصه اسمحوا لي، هاي قصه بتوضح، اجاوب على السؤال اللي انا طرحته، شو قدرات الانسان؟ تعالوا افرجيكم. في قصه بحب احكيها، قصه طبعا حقيقيه بس انا جايبها كاستعاره. طلعوا انا شو كاتب هون؟ كاتب انه عن شيء اسمه بوذا من ذهب. هلا بيحلوها قضيه الضجه.
بوذا من ذهب. تحكي عن بوذا شوي، مش احكي عنه جايبها كاستعاره بس قصه حقيقيه للي بيعرف في ديانه اسمها الديانه البوذيه. هذول اصلا كانوا من القرن السادس قبل الميلاد، يعني قبل المسيحيه وقبل الاسلام، بس عندهم ايمانات مختلفه عنا، ماشي بحقهم. جماعه هذول من احدى الشغلات اللي بيسووها، بيصلوا دائما لتمثال من بوذا باي معبد تقريبا بتايلاند، روح على الهند، روح على بعض مناطق في الصين بتلاقيهم بيصلوا على تمثال من بوذا. هذا هو تمثال. بس في قريه على جبال الهيمالايا، القريه هاي ابا عن جد قرروا يجمعوا مصاري ويبنوا تمثال بالمعبد تبعهم لبوذا من ذهب. عشان نفهم عم نحكي على تمثال 2 طن، 2 طن ذهب بدك تجمع مصاري ابا عن جد، وعملوها وجمعوا وساووا تمثال لبوذا من ذهب بكبر تقريبا المنصه اللي انا المسرح اللي انا واقف عليه. وطبعا عم يصلوا له. بالقرن الثالث قبل الميلاد سمعوا هدول الجماعه انه في جيش شرس جدا معروف عن هذا الجيش جاي باتجاههم، بده شهرين بوصل لعندهم. هذا الجيش لما كان يوصل على منطقه كان يحتل المنطقه، كان ياخذ كل ممتلكاتها وكان يقتل معظم سكانها، شرس جدا بتركش اثر وراه. سمع انه جايين لعندهم، جماعه هدول ما خافوش حالهم، جماعه روحانيين خافوا على بوذا، قعدوا يفكروا شو بدنا نساوي اذا هسه بيجي هذا الجيش بياخذ بوذا. فاجت الفكره كالتالي: تعالوا نجيب النحات اللي سوى هذا التمثال ونخليه يبني عليه طبقة 3-4 سم كمان عليه من طين، ويغطيه بطين وينحت نفس الشكل. إذا بنغطيه بطين وبنحت نفس الشكل بيفكروا إنه هذا تمثال من طين، ما حداش بياخده. فحطوا عليه طبقة 3-4 سم طين، نحت نفس النحت، وهيك عمليا اندفن السر اللي اسمه بوذا من ذهب. بعد شهرين اجى هذا الجيش، ولكن هاي المرة الشراسي اللي فيه هذا الجيش قتل كل سكان المنطقة، أطفال وكبار، وما خلاش حدا. فات على المعبد شاف بوذا من طين طلع لبرا، وهيك اندفن السر هذا، اندفن تقريبا 1500 سنة. بعد 1500 سنة كمان مرة هاي البلد رجعت عاشت، وكمان ناس بوذيين جداد رجعوا بنوا المنطقة، ففاتوا على الدير شافوا هذا التمثال بلشوا يصلوا له. طبعا مش عارفين شو في جوا. سنة 1954 إسا بال50 سنة، ب 1954 طلعوا شو صار. عم بنقلوا هذا التمثال لأنه فيش غد سيارات، حطوا على عربيات وجابوا حيوانات ينقلوا التمثال من معبد لمعبد أكبر. بلش ينقلوا بالتمثال، بلشت تتشتت الدنيا. بهذا اليوم لما شتت الدنيا اجى مي على التمثال، فواحد من اللي قاعدين عم بجربوا يا جماعه طلعوا فيه شعاع النور عم بيعكس. قام واحد بقول لك طين، شو بيعكس؟ تراب. قال له بقول لك في ضي طالع من التمثال، وقف. اجوا زاحوا جابوا زميل وشاكوش بلشوا يخبطوا، زاحوا الطين، اتضح انه واحد من اكبر الاشكال الذهبيه موجوده كانت في طين، وهن مش عارفين لمده 1500 سنه. قصه حقيقيه. اليوم هذا التمثال موجود في متحف وممكن الناس تروح تشوفه. شو دخل هذا التمثال؟ انا ادعي انه هي استعاره لنا، لانه الله سبحانه وتعالى اهدانا هيك شيء اكبر من هيك بكثير. الله سبحانه وتعالى اهداك كنز اسمه العقل البشري، كنز. وللاسف عم بقولها انا جاي عم بحكي من حرقه، للاسف من غير ما نشعر الاهالي، بعدين احنا، بعدين قسم من المعلمين من غير ما نشعر بنبلش نطين فيه، بنبلش من غير ما نشعر نحط طين على قدراتنا. انا بقدرش، انا انسى علمي، فيش امل مني، انا فيش امل هيك، انا بحفظ اشعار، انا الماده صعبه، ضغطونا بالامتحانات الى اخره. ببلش الطالب مع الوقت يامن. وين بقتلوه استاذ حسين؟ بقتلوه على الاخر لما بيعملوا له حد صف، بيقولوا هذا متفوق وانت بتقدرش. فبصير يقول لحظه شوي، لما بقولوا عني انا بقدرش وهسه كمان ما حطونيش بهذا المحل معناته انا بقدرش. اوعك تخلي واحد يقرر عن ارادتك انت، ده فرجيك شو في عندك.